انا حرفيا لسه ما قلتش اسمي. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم احمد بيه. انا ترددت كتير قبل ما اصور الفيديو ده. مش دايما الكونتنت كريتور ممكن يطلع دايما يحاول ان هو يبسطك او ينترتينك، بس عادي ممكن يتكلم عن حاجات مضايقاه. فانا قررت النهارده اتكلم عن حاجه مضايقاني. بس قبل ما اقول ايه هي، انا عارف ان انتوا قاريين التايتل وشايفين الثامنيل وعارفين انا هتكلم عن ايه النهارده، بس انا بتلكك عشان اقول لكم تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب. والله العظيم انا ما مستعد، والله انا متضايق من ده يا جدعان. اكونت ده بالحاله دي او يعني مش من ده يعني مش من ده كبني ادم، بس من ده كحاله، لان الحاله دي انتشرت قوي الفتره الاخيره مؤخرا. فتره ان خلاص إن الناس زهقت من الجرايد فتحولوا بني ادمين. يعني الجرايد الورق بقوا خلاص بني ادمين، ناس بتطلع عامله جرين سكرين تطلع تقول لك اخبار انت عمرك ما كنت مهتم بيها ولا كنت حابب تعرف ليه دي حاجه حصلت او ايا كان. انا جاي اشارك افكاري السلبيه مش اكتر، فعادي. انا مش عارف انا هقدر على كام واحد النهارده، بس هو عامه هيبقى سكور تبقى على اجزاء ان شاء الله، لان هم كتير قوي في مصر. يعني ما شاء الله، الله اكبر، زادوا او تقريبا دي شغلانه بتكسب، انا ما اعرفش. ممكن نبدا باول واحد او اهم واحد من وجهه نظري، عبد الرحمن محرز 29. انا ابو تيشيرت اخضر ومعاكم في كل ما هو جديد. بالظبط، مش محتاج اقول معلومات اكتر من كده. اكيد ده شخص عدى عليكم في التيك توك قبل كده، او حتى لو انت كنت بتعمل سكرول فهو كان في الترانزيشن بين صباعك من الفيديو للفيديو الثالث، هو كان الفيديو الثاني. او لو انت كلبوبه مثلا هتكوني بتحبي المحتوى ده، انا ما اعرفش. بمناسبة عرض فيلم سيكو سيكو، انا عندي سؤال. اسال. انا كنت عايزه يكمل كلامه وانا ليه متحمس. يطلع عصام عمر، هو انتوا لسه مدركين حالا ان هو راجل وسيم وزي العسل؟ شغل ششتاوي بتاع الحريف قوي، بس بجد انا بحب عصام عمر. شعبيته اقوى واحد في فنانين الجيل الجديد، اقسم بالله شعبيته ما شاء الله. ما شاء الله. ما عنديش حاجه اقولها. انا ما اعرفش ليه ده الفيديو اللي بدأنا بيه اول حاجه، بس انا مش عارف ده ايه. يعني انا مش عارف ده ايه. ده حد يعني ده شخص بيقرا التويتات بتاعت البنات اللي على تويتر. ما هو انا مش قصدي، والله العظيم ما قصدي، بس بتكلم في ان ليه ممكن تطلع تقول ان فيلم حلو مثلا، فيلم ضحكك، مش عارف مين كان تمثيله كويس. بجد انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انت ليه بتعمل زي البنات اللي بتصور فيديوهات تيك توك على يا نهار اسود. لا مش هعرف. انا اتوترت قوي يا جدعان. يعني لو ده كان الشخص اللي بينزل بوستات الهيرمي اوت بتاعت الممثلين فانا هخاف فشخ. ومبدئيا اصلا الفيديو ده قبل ما افتحه انا خايف الواد هيبدا يقول عارفين يا جماعه احلى محتوى شفته اخر فتره ومحدش مديله اهتمام خالص. حاطط صورة عادل امام وكاتب اكتر محتوى ما حدش مديله اهتمام خالص. يا ترى قصده على الصوت الاي اي بتاع عادل امام؟ لو ده ما حدش مديله اهتمام خالص، انا هخليه كامل الاول عشان قبل ما اتعصب، عشان ممكن اتعصب على الفاضي. صح، ممكن، اكيد الواحد ممكن يتعصب على الفاضي وبشكل وحش. بجد اللي بيعمل صوت زي ما عادل امام، يعني هو معتزل بقاله 4 سنين، وده بجد مش حاربنا من اي حاجه. اغاني اجنبي، ترندات، كفايه اصلا ترند تم تعبئه الكرش بنجاح. يا ليه قلبت حسن حسني؟ عاجبني ان هو شايف ان المحتوى ده ما حدش مديله اهتمام. ما اعرفش ايه كان نوع الاهتمام يعني اللي ممكن يوصل للموضوع ده اكتر من كده. بجد يا جدعان الموضوع ده خلاص ما بقاش بيضحك، بقى سيء وبهوأ وريحته طلعت. الحاجه الوحيده اللي ريليتابل في المحتوى بتاع عادل امام ده الفيديو اللي كان بيتضرب فيه بالنار، عارفينه؟ اللي هو انا دلوقتي اللي هو مش هقدر اقول، بس يعني انتوا اكيد فاهميني او لا. اكيد مش فاهميني لان المحتوى ده اكيد مش واخد اهتمام. اكيد ما حدش يسمع عن حاجه زي دي غيره. في ميتر عندي عمال بيزيد عامه، انا مش عارف اسمه ايه، بس هو في ميتر عمال بيزيد يعني اللي هيلاقي له اسمي يكتب لي في الكومنتات. ده مش عارف يدخل افلام العيد. في فيلم اسمه 6 ايام لاحمد مالك وآية سماحه، بجد نازل اونلاين، تحفه فنيه. انا بالنسبه لي احسن من الهوى سلطان بمراحل، والله العظيم. بجد والله العظيم بتهزري؟ وحشتيني يا كلبه. الواد ده بيست فريند قوي. فاهمين قصدي؟ حد فاهم قصدي يا جدعان؟ هو حضرتك بتقول لك يا ابني ده امان، ده مش حرفيا بيتصل بيها يقول لها كده، يقول لها 6 ايام نزل وده احلى من الهوا سلطان بمراحل. بجد بجد عصام عمر ده يعني هيرمي اوت، بجد احلى من ششتاوي بكتير. بجد فيلم تحفه فنيه، اي حد يتفرج عليه يقول لنا رايه. وفي نفس الوقت انا متفرج على الفيلم ده من زمان. طالما شفته من زمان يا اسطى، عايز ايه بجد؟ والله بتحاول توصل لنا ايه يعني؟ انتوا ايه شغلانتكم يا جدعان؟ انتوا ايه شغلانتكم بجد؟ انا كنت فكرت ان الفنان احمد حاتم مش فاضي، عشان كده بعت التمثال بتاعه في حلقه اخواتي امبارح مع منى الشاذلي. يعني ايه يا اسطى؟ يعني ايه يا اسطى مش فاضي فبعت التمثال بتاعه؟ لا قول لي يعني ايه. انا مركز على اي حاجه انت بتقول. انا عايز انام. انا بصراحه عايز انام، وما بعوز انام بركز في اي حاجه ايه بقى اللي انت بتقوله دلوقتي ده؟ هو نزل البوست ده وكتب لها: ما انا كنت فاضي يا استاذه منى، كنت قولي لي اجي. المعنى الحرفي لتم استبدالك.
طب يا اسطى بغض النظر عن اللي حصل في الاخر، عشان انا اتزغزغت يا جدعان. عارفين لما حد قصدي دي والله العظيم ضحكتي الحقيقيه، انا هيجي لي حاجه دلوقتي. عارفين يا جدعان لما حد يزغزغكوا في حته كده، في حته كده ممكن حد يزغزغكوا فيها حته انت ما تعرفش ان انت بتغير منها، فيقوم مزغزغك كده وسايبك. هو يا اما انا جاهل ما بعرفش اقرا، يا اما المحتوى ده متارجت اودينس مثلا الناس الكفيفه او الناس اللي ما بتعرفش تقرا. يعني مع كامل احترامي طبعا لاي حد كفيف يعني، بس او كويس ان انت مش شايف حاجه زي دي، انا مش عارف. بس بجد انا استفدت ايه دلوقتي لما انت قريت لي البوست وزغزغتني كده وجريت؟ ما هو ما هقول ايه. فاكر يصدق ان اغنيه يا قلبي وحياتي بالسكر نباتي دي اصلا رحمه احمد هي اللي مالفاها مع ابنها مصطفى؟ لا يا عم ما تهزرش مع امي، ما تهزرش. لا يا اسطى، لا اكيد لا، دي اشاعه. ان مصطفى ما كانش عنده سكريبت بيقرا منه، هو كان يا نهار اسود. لا يا عم انت راجع، اكيد دي مش حاجه حقيقيه ولا هو ايه، ولا مجنون ده ولا ايه؟ اللي هم بيرتجلوا معاه، وده ذكاء مخرجه جدا اللي هي كوثر يونس. اكيد ده ذكاء مخرجا ان هم يخلوا الممثلين يتعاملوا مع الطفل ما بيعرفش يتكلم. اكيد دي حاجه عبقريه في مدرسه ما. بس صراحه من افضل الحاجات اللي انا شفتها رمضان اللي فات، خاصه الاغنيه وهي بتتغنى ورحمه محمد كانت بتعيط وابنها مبسوط. ده غير طبعا ترند الكوتوموتو بتاع اليومين دول. يكفي ان رحمه احمد قالت ان صوصه كان مبسوط جدا جوه المسلسل اكتر ما كان بيتبسط في كيدز. والله يا اسطى انا مش عارف الواد ده اهتماماته ايه او بيحب ايه في الحياه، بس يعني الواد شكله مبسوط باللي هو بيعمله. عارف، حاسه الشخص اللي ماسك ريموت تلفزيون وقاعد مربع رجله وبيتفرج على حلقات منى الشاذلي بالاعلانات على التلفزيون عشان مش بيقدر يستنى يشوفها مثلا على النت او حاجه. وانا عامه الشخص ده شويه انا بفتح يعني بتفرج على التلفزيون، بس هو ده بجد اهتماماته مخلياني انا مهتم اعرف اكتر عن حياته يعني. لحظه ادراك ان الانفصال ده اثبت لي ان البيست فريند هيفضلوا طول عمرهم اخوات بجد. هو هيفضل كده يعني، هو هيفضل بيعمل ده، بس هو بيدرك، هو بيقول لك لحظه ادراك بيدرك. انت كل اللي عليك انك تشوف هو بيدرك، تبقى متفرج واقف متكسر ولا واقف متدمر ما اعرفش، بس هي دي ده. انا بعرف اسيطر على اعصابي كويس قوي. لحظه ادراك ان يحيى البحيري قدر يتخطى شعبيه رجب الجريتلي وفارس ابو العزم في العيد. ما فهمتش حاجه يا اسطى. مالك يا اسطى مالك بجد والله العظيم يا جدعان؟ حد انا قشطه، انا بعرف اسيطر على اعصابي زي ما قلت. انا عادي، انا على الرايق، بس حابب اعرف بس يعني مالك يا اسطى؟ يعني ايه اصلا الاسامي اللي هو قالها دي؟ انا مش عارف. تقريبا دي شخصيات يعني. انا عارف رجب الجريتلي ده كان في ايش هو يقصد يعني. ما تقول يا اسطى عصام عمر ان هو اجمد من ششتاوي باين، ولا مش عارف انت كنت عايز تقوله في الاول. انا يعني بص يا اسطى مش عارف يعني، رب تتجوزوا مش ما اعرفش يعني، محدش ياخد كلامي بجديه. انا بس مش فاهم فكره ان هو حاطط الساوند ده على الحاله دي. ما هو برضو يعني لحظه ادراك كمان مره لاجل اخواتي المتابعين. بس انا عارف انتوا بتحبوا الفيديو ده او ما اعرفش يعني، هو بيعمل كده في كل الفيديوهات، فانا دي الفيديوهات اللي عنده. انا لحظه ادراك ان رجب الجريتلي تحول لسيف الحديدي في نهايه مسلسل ايش. والله بص انا عملت كده بالظبط، هو ده وشي اول ما ادركت ان رجب الجريتلي تحول لسيف الحديدي في مسلسل ايش. انا كنت كده بالظبط. وسام ويوسف بعد ما بوظ لنا اعصابها في 15 يوم. يعني يعني دي ولا هي لحظه ادراك ولا بتفرج متكتف متدمر ومستغرب. انت مستغرب ايه يا اسطى؟ هو اكيد ما بيتحرش فيه في مسلسل وبره مسلسل حتى تبقى قله ادب. اللي انا قلته. هو كان مستني ايه بجد؟ اقسم بالله يا جدعان حد يرد عليا ويقول لي هو ده كان مستني يعني، كان مستني ايه يحصل بره الكام يعني؟ ماشي عادي. واوفرول انت هتفتح بقى، بص انت بتقلب كده، انت فاتح صفحه، فاهم، صفحه اخبار النجوم. بص يعني ده احمد العوض وده مسلسل وده فيلم كمان. ما اعرفش هل المسلسلات او الافلام بيعملوا دعايه للحاجات دي عن طريق الشباب دي اصلا ولا لا يعني. انا لما بشوف الحاجات دي بجد بتخليني ما اتفرجش على الشيء ده حتى لو انا كنت مهتم بيه او فكرت حتى اشوفه. اما بحس ان في حد كده مزقوق ان هو يتكلم او يثير الجدل في موضوع ما عن الفيلم ده، بفهم ان الفيلم ده بيحاول يداري مصيبه كبيره هو عملها، فببعد بعمل كده. مش الواد كيوت يعني، الواد كيوت وبيقول اخبار مهمه يعني، ممكن افادتني بصراحه. انا استفدت. I was today years old لما عرفت ان رحمه احمد هي اللي كانت مؤلفه اغنيه يا قلبي وحياتي، وان الواد ده ابنها. انتوا كنتوا تعرفوا حاجه زي دي؟ انا فدتكم. اللي هو ده المحتوى يا باشا اللي يفيدك وهو في مين اللي واقف ورايا في الصوره هنا؟ اكيد مايك تايسون او والتر وايت لو كان اسود، ما اعرفش. هو اللي واقف مع ام ساجده ده، ركزوا. لا مش واخد بالي بجد. ممكن تفكريني قبل ما تفكريني. حابب بس اتكلم عن الحاله التانية معانا، غالبا الاخيره، لان انا مش عارف. منى خالد نفس شكل البروفايل بالظبط. سبحان الله نفس كل حاجه. بص اهو يعني من صور فيديوهات قبل ما افتح اي فيديو في الدنيا، حد قاعد بيتكلم في كل حاجه في الدنيا الا الحاجات اللي تخصه. قاعد
قاعد بيتكلم كل يوم عن حاجه ما تخصوش حياه بقى فنان ولا مسلسل ولا فيلم او لا. يعني ده محتوى جامد اكيد. انا مهتم اشوف حاجات منطقة واسمع الندى. اصحى منطقه واسمع الانورد. ايوه هو ريكو. يا نهار اسود، او يعني يا نهار ابيض، مش حابب اكون عنصري بس يعني شكرا انك فكرتيني. بس عامه مش انت اللي فكرتيني، ومساجده هي اللي قالت ريكو، فانت برضو لسه يوزلس، ما قلتيش حاجه مفيده. انت بس قاعده معايا، عامله زي ما حد يركب صورته في صوره جماعيه على الفوتوشوب. ريكو راح فين يا جماعه وليه اختفى مع انه كان مكسر الدنيا قبل كده؟ قاعد في زاويه ما في شارع فيصل بيعمل حاجه. استاذنكم هروح ادور عن سر اختفاء ريكو. ماشي اتفضلي، روحي دوري على سر اختفاء ريكو، او روحي دوري على ريكو وارجعي تاني. اكيد كلنا مستنيينك. انا مستني اعرف ايه سر اختفاء ريكو. يا ريت لما تعرفي تبقي تبلغيني. فيكو قصه، انتوا عارفين ان ريكو كتب لي اهداء لما اتولدت؟ ما اعرفش دي ليه حاجه، بس انا مره كنت بقلب حاجات قديمه كده في البيت، لقيت صوره لريكو، الصوره اللي هي بتاعت كودك، صوره ريكو كده، وفي ظهرها الف مبروك المولود احمد مش عارف ايه تاريخ ميلادي. بس دي كانت معلومه حابب اشاركها، ان السليبرتي الوحيد اللي شهد على ان انا اتولدت كان ريكو. بس انا عامه مبسوط، انا دي حاجه محطوطه في قلبي يعني، صوره ريكو طبعا. يعني لو كنت اصغر شويه كنت ممكن احطها في محفظه. اختفى تيام مصطفى قمر. لا بجد راح فين؟ حتى على السوشيال ميديا اخر بوست منزله من شهر نوفمبر اللي فات. بجد يعني انا بس مستغرب ازاي الشخص ده قاعد كده في امان الله. هو ريكو راح فين دلوقتي؟ يا ترى ايه سر اختفائه؟ تلاقيه قاعد برضه في نفس اليوم بيفكر في تيام مصطفى قمر. بجد هو ابن مصطفى قمر؟ دي حاجه حقيقيه اصلا يعني؟ بجد انا كنت فاكر ان دي فتره ظهر فيها حاجه اسمها ابن مصطفى قمر واختفى. المفروض دي مش حاجه اصلا المفروض تبقى موجوده. يعني فكره ان في حد بيفكر اصلا في اختفاء الناس المهمشه ده، دي حاجه بالنسبه لي جامده عامه. يعني انا عايز لما اختفي في يوم من الايام حد يسال عليا زي استاذه منى يعني. جت علينا فتره وتيام مصطفى قمر كان من النجوم المتواجدين بقوه واللي لهم مستقبل ماشي مبدئيا كاب انا مش فاكر ان انا شفته في حاجه قبل كده، او يمكن ما حالفنيش الحظ ان هو طلع قدامي في حته، بس سمعت ان هو طلع في فيلم مع مصطفى قمر اكيد. ثم فجاه ولسبب لا يعلمه الا الله ما بقاش فيه تيام مصطفى. اكيد الماسونيه بدلته بعصام عمر او حاجه. جماعه في حاجه غريبه جدا ولازم اتكلم عنها دلوقتي حاجة. او مش لازم نتكلم عنها، او مش لازم نتكلم عنها دلوقتي، او مش ليه حد يقف قدام صوره لمي عمر ويقول في حاجه غريبه قوي لازم اتكلم عنها دلوقتي حالا؟ مين قرر ان دي حاجه لازم نتكلم فيها دلوقتي؟ اتفضلي يا عم انا مهتم. مي عمر ظهرت في الانترفيو ده مع عمرو اديب وقالت تصريحات كتير بعضهم صدمني، زي ان مشهد النهايه في مسلسل ايش ايش كان مشهد تخيلي وانها ما اتجوزتش كريم فهمي. يا نهار اسود، انا بجد دي كانت فعلا حاجه لازم اعرفها دلوقتي حالا. مش فاهمه كده خالص. وقالت ان محمد سامي دلوقتي شغال على خطوه مهمه جدا في حياته وانه هيخلصها ويرجع تاني من الاعتزال. يا خساره، يا قصدي يا دين امي، انا بجد النهارده خدت معلومات كتير قوي. محمد سامي هيعمل حاجه اسمع يعني. وقالت انه واخد قرار الاعتزال من قبل رمضان لانه تعب جدا الفتره اللي فاتت. لا الف سلامه عليه طبعا. شفتوا كل اللي انا قلته بقى؟ مش دي الصدمه خالص. ازاي دي مش الصدمه؟ انا بجد اتصدمت 20 مره. انا هروح دلوقتي اخد جلسه كهرباء من اللي انا سمعته. الانترفيو ده انا صحيت على كميه رسائل بتقولي اكلم محمد سامي واقول له يرجع عن قرار الاعتزال، وبعيدا عن انهم مفكريني بنت خالته تقريبا، بس بجد يا جماعه الرسائل كتير موت. ما عنديش مشكله ان هم يكونوا عايزين محمد سامي يرجع عن قرار الاعتزال، بس بجد عايزه افهم ليه بيكلموني. اكيد بيكلموك عشان انت اهم شخص في مصر، او حد تقيل يعني. طبعا بتتكلم عن كل الفنانين، فاكيد كل الفنانين عندك في الكونتاكت ليست، فانت اكيد تقدري توصليهم بالفنان محمد. تكلميه كل يوم، حاجه اكيد الفلورز عندك عارفينها. يعني لو حد واخد باله الاكونت ده مبدئيا ليلى يحيى 28 نيو انستجرام اكونت، 0 فولورز 0 بوست. شخص اتولد خلق في الدنيا عشان يقنع استاذه منى خالد ان هي ترجع محمد سامي للاخراج يمكن. وطه دسوقي جامد جدا برضو، رهيب يعني كان عامل مسلسل قبل كده، مسلسل لما كان محامي حاله خاصه. ايوه طبعا. انا يعني ايه ده؟ ايوه ده اقنعني ان هو كده. طارق على فكره. انا مش هتكلم ولا اعلق على اي حاجه، انا بس بقول ان هي طلعت في التلفزيون، حد كان بياخد رايها في ممثلين. ده كل اللي انا كنت عايز اقوله هنا يعني. عامه انا ما كانش عندي حاجه اقولها، انا بس كنت طالع اتكلم عن حاجه مضايقاني، والحاجه مضايقاني دي هطلع اتكلم عنها كذا مره، مش عشان اي حاجه، بس هطلع اصيح عادي. كلنا بنطلع ساعات على النت نصيح صح، او حتى لو مش صح فانا عايز اطلع على النت، عايز حد يسمع صوتي، عايز حد يسمع اوجاعي. دي اوجاعي بجد. انا تعبت ومرضت، حاسس ان انا طلعت كتير قوي، او حاسس ان انا عايز انام معرفش، بس في الحالتين انا مرهق ولازم اقوم استريح. انا لسه المحتوى ده عامه علامه استفهام في حياتي كبيره قوي لسه، يعني كل ما بشوفها بضايق عيني وبقول ليه، بس قشطه يعني ما عنديش مشكله، اعملوا اللي انتوا عايزينه. بس في الاول وفي الاخر انا اللي بنهار وانا اللي بتوجع، فانا بس مجرد بس شخص بيطلع يشارك الازمات اللي بيمر بيها مش اكتر. مفيش اي كراهيه او اساءه موجهه لاي شخص انا اتكلمت عنه النهارده، اكيد يعني ما اعرفهمش شخصيا،
مش محتاج اوضح الحاجات دي. انا عندي كام حد تاني بس طبعا مستني اشحن شويه طاقه وهرجع تاني اتكلم عن باقي الناس دي. ممكن نقول عليهم الجرايد البشريه. انا هتكلم عن الجرايد البشريه في الفتره الجايه. ممكن تكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا عارفين ناس عايزين نتكلم عنها او عايزين نشوفها، عشان اكيد طبعا انتوا بتحبوا تشوفوا شخص بيعاني على النت، انا عارف. او جايز العب دريس تو امبريس الفيديو الجاي، ما اعرفش والله، يعني على حسب الحاله المزاجيه والنفسيه. بس نبص للجانب الايجابي، انا كملت تصوير الفيديو ده لحد الاخر وانا سليم كويس وبتحرك وبتنفس. انا مبسوط والله العظيم وهتبسط اكتر بكتير لو انت دوست لايك وعملت سبسكرايب وكتبت لي كومنت قلت لي انك كويس وبخير وفي احسن حال، عشان اطمن عليكم وابقى كويس انا كمان، او عادي يعني مش تفرق في حاجه، بس اكيد هكون مبسوط لو انت كتبت لي انك مبسوط. بس كده هتكل انا بقى اخش انام. خدوا بالكم من نفسكم، بحبكم، باي باي.